يعني ان ميدو يقول ان الاهلي يفتقرون لاساسيات كره القدم، يعني الكلام ده ممكن يتقال الناس بتلعب مثلا في الدوري المدرسي، في الدوري الجامعات، يعني مع احترامنا الاثنين فيهم لعيبه موهوبه وناس كويسه، لكن في دوري المحترفين وفي نادي عريق زي نادي الاهلي، انت كده على فكره بتشتم انديه الدوري بما فيهم نادي الزمالك. يعني لما نادي يجيب بطولات ويوصل للدرجه ديت وما بيفهمش اساسيات كره القدم، امال الانديه التانيه تبقى ايه؟ الموضوع فيه نفسنا شويه وظاهر قوي، يعني بقى مش كل الزملكاويه، عشان بس الناس الزملكاويه محترمين جدا ورقيين في تفكيرهم وفي نقدهم، وفي ناس تعصبهم الاعمى وغيرتهم وحقدهم لو قدرنا نسميه حقد بيتعامل مع الاهلي منافس قوي، فبحتاج اكسر فيه واهبط فيه. مش في مصلحتي، مش في مصلحه الزمالك على فكره، مش في مصلحه الزمالك ولا في مصلحه مصر. انت راجل محتاج تشتغل على فريقك، تشوف المدير الاداري اللي انت جايبه جديد ده تشتغل معاه، لجنه التخطيط بتاعتك اللي انت عاملها، الصفقات بتاعتك، الموارد بتاعتك، تشغل النادي بتاعك وتتطور بيه. لكن تروح تطلع تصريحات لنادي تاني بدل ما تقول كلمتين كويسين، الصمت افضل، لان كل الناس هاجت عليك للاسف وسمعت كلام مش لطيف.